ولابن الفضل في صنعاء يوم رهيب لم يكن في الغابرين، أطل من المنارة والعذارى عرايا يستغثن الفاسقين، ببيت الله يقترف المعاصي ويغتصب الحرائر والبنين. أحمد محمد الشامي وزير خارجية البدر في قصيدته العنصرية دامغة الدوامغ. لاقى أئمة الهادوية مواجهة ومقاومة عنيفة منذ أن وطأت قدم الهادي أرض اليمن، ولكن أئمة وعلماء الهادوية عمدوا إلى تشويه سير وتاريخ الحكام الذين حكموا اليمن من غيرهم، وحاربوهم مقابل تقديس الأئمة ونسج أساطير وكرامات لهم، بل والحديث عن جرائمهم باعتبارها بطولات ونصرا للدين والشريعة. وإذا كانوا قد شوهوا كل من وقف ضدهم وحكم اليمن سواهم، إلا أن الزعيم اليمني علي بن الفضل المتوفي سنة 303 للهجرة، الذي ظهر أيام الإمام الهادي وبسط نفوذه على اليمن كلها باستثناء صعدها التي هرب إليها الإمام الهادي، كان أكثر هؤلاء تعرضاً للتشويه، حتى أصبح مثلاً للحكام غير الهادويين. وكلما فكر اليمنيون بالثورة على الأئمة أنبر علماءهم وشعراءهم يحذرون العامة: هل تريدون أن يعود علي بن الفضل الذي أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، كما في الأبيات المنسوبة إليه أو إلى شاعره كذباً؟ وحين نضع التهم التي ألصقت بعلي بن الفضل تحت المجهر، سنجد أنها لا تصمد أمام الحقائق التاريخية. لقد كان الهادوية هم أول من أشاع هذه التهم ضد علي بن الفضل، إذ كان مؤلف سيرة الإمام الهادي وهو معاصر لعلي بن الفضل قد قال وهو يذكر تحركات جيش علي بن الفضل في المناطق اليمنية: فلما صاروا إلى المديخرة أظهر علي بن الفضل لعنه الله المجوسية، وأمرهم بنكاح الأمهات والأخوات وشرب الخمر، وحرم جميع الحلال وأحل جميع الحرام، وكفر بمحمد وبما جاء به من عند الله عز وجل، وتسمى برب العالمين عليه سخط الله ولعنته ولعنة اللاعنين، وأمر من كان معه أن يسلموا الأموال والحرم ويخرجوا إليه من جميع ما في أيديهم، فشذ منهم جماعة ولحقوا ببلدانهم، وثبت هو ومن أقام معه على كفرهم، فكان جميع من عنده من النساء في دار، فإذا كان ليلة الجمعة جمع الرجال فأرسلهم على النساء، فتقع الأم للابن والأخت للأخ فيفجر بهن في ليلتهن تلك، فمن امتنع من ذلك قتله وأباح حرمته لمن كان معه، تمردا وكفرا وجرأة على الله عز وجل وعتوا وفجورا. انتهى كلامه. ومنه نقل من جاء بعده من المؤرخين من الهادوية ومن غيرهم، وظلوا يزيدون ويتفننون في كيل التهم الأخلاقية لعلي بن الفضل. وليت شعري كيف قبل مؤرخو السنة هذه التهم من شخص لم يتورع عن كيل السباب والشتائم لكل من خالفه، بل لأفضل الخلق وهم الصحابة والخلفاء الراشدين. فقد بدأ كتاب سيرة الهادي بتكفير الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علياً والصحابة بل والأمة كلها، التي قال أنها كفرت بربها لأنها اختارت غير ما اختاره لها، وهو الإمام علي حسب زعمه. بل أن الهادي نفسه في كتابه تثبيت الإمامة لم يكتفي بتكفير الخليفة الأول ومن معه، وإنما ألصق بهم تهما يخجل المرء أن يقولها لأي خصم له، فما بالك لصاحب رسول الله. إذ تحدث الهادي عن أرض فدك، وزعم أن أبا بكر عدا على هذا الذي أخذ من أيدي أصحابه بما ذكر، فوقفه على نفسه وأولاده وأولاد أولاده وعلى أصحابه وأولادهم وأولاد أولادهم، يصرفونه حيث شاءوا، ويعيش فيه الفاجرون والفاسقون، يتخذونه مغرما، ويشرب فيه الخمر، ويركب فيه الذكور، ويستعان به على الشرور،
وترك أهله، يقصد أهل النبي، جياعا ضارعين يتداول ذلك الظالمون ظالما بعد ظالم عليهم لعنة الله من يومهم ذلك إلى يومنا هذا. هكذا قال. وإذا كان هذا هو موقفهم من الخلفاء الراشدين، فما بالك بموقفهم من علي بن الفضل؟ وفي سيرة الهادي يكفر كل من يقاتل الهادي أو يقف ضده ويتهمه بالفسق والفجور. ويمكن العودة إلى سيرة الإمام الهادي لنقرأ ذلك بوضوح، حيث قال مهددا بقتل من تراجع عن نصرته ومبررا ذلك: سأحكم بالقرآن على الأعادي وأدمغ من تطاول الانتكاس، أنا الحسني سيف الله حقا مذاع في الأقاصي في الأداني والأقاصي، غضبت لخالقي فشهرت سيفي على أهل الدعارة والمعاصي. هكذا قال الهادي. وعلى منواله ذهب مؤلف سيرته علي بن محمد، وهو ابن عمه وقائد جيشه. فكل من عارض الإمام الهادي فهم إنما يريدون أن يشربوا الخمور وينكحوا الذكور. ويتحدث الكتاب عن زعيم همدان الدعام، وهو من أتاح للهادي دخول صنعاء، وأثنى الكتاب عليه وعلى جنده من القبائل في أكثر من موضع. ولكن أولئك القبائل لم يستجيبوا لنداء الهادي في قتال آل طريف وغيرهم. فماذا قال؟ قال: وكان مع الدعام جند فساق يشربون الخمور ويركبون الذكور ويفجرون بالنساء علانية. وخبروا أن بعض الجند أخذ جارية غصبا فافتضها وقتل أباها، فعرفوا الدعام بذلك فلم يناكر عليه. وأضاف أيضا أنه كان في عسكر الدعام في بيت ذؤاد، وهي قرية، 400 امرأة فاجرة يظهرون الفجور علانية لا يستترون بذلك. وحين عاد الهادي إلى صنعاء للمرة الثانية، قال مؤلف سيرته أنه خطب فيهم الجمعة، وكان أول ما قاله لهم بعد حمد الله والصلاة على رسوله: أيها الناس، ما نقمتم علي إلا ما حكى الله في كتابه عن قوم لوط في قولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون. وينسى مؤلف سيرة الهادي أنه قبل عدة صفحات فقط كان يصف هؤلاء العشائر حينما أعانوا الهادي بأنهم أتقى من خلق الله على وجه الأرض. وما يقوله مؤلف سيرة الهادي هو نفسه ما كان يقوله الهادي وابنه محمد بن الهادي الذي تم أسره في بيت بوس. ومن يقرأ سيرة الهادي يجد عشرات الأمثلة من هذا الفحش والفجور. وإذا كانوا قد فعلوا ذلك مع القبائل التي خذلتهم، فما بالك بعلي بن الفضل الذي نسف مشروعهم؟ فكيف يصبح هؤلاء مؤتمنون فيما يقولونه على خصومهم؟ ثم نقل عنه وجاراه مؤرخو الفرق الأخرى بما فيهم الإسماعيلية، وكذلك أهل السنة الموالين للعباسيين وبني زياد، من خلال المؤرخ الحمادي الذي جاء بعد 250 سنة من وفاة ابن الفضل. وكان أول من نسب إلى علي بن الفضل تلك القصيدة الشنيعة والتي مطلعها: خذي الدف يا هذه واضربي وغني هزاريك ثم اطربي. وفيها يقول: تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي. ويعني من أبيات تلك القصيدة أيضا: لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلا تتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صاموا فكلي واشربي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي، بماذا حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن ربه وأسقاه في الزمن المجذب، وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي. ثم جاراه من جاء بعده من المؤرخين في نسبة القصيدة لعلي بن الفضل. وقد أنطلت هذه الشائعة على كثير من اليمنيين
واعتبروها من المسلمات حتى اليوم، مع أن المرء لا يحتاج إلى كثير عناء ليكتشف زيف وكذب نسبة القصيدة إلى علي بن الفضل، وأنها من أقوال خصومه نسبوها إليه لأسباب عدة. منها أولاً في بعض الروايات أن علي بن الفضل هو من قال القصيدة، بيد أن المتأمل فيها سيجد أنها جاءت بصيغة ضمير الغائب، جاء، أحل، إلى آخره، وليس من البيان في شيء أن يتحدث المرء عن نفسه بصيغة الغائب. وربما شعر بعض الكتاب والمؤرخين بإمكانية اكتشاف أن القصيدة مزورة إذا ما تم الإصرار على أن علي بن الفضل هو من قالها. لهذا فقد زعموا أن قائل القصيدة هو أحد أتباع ابن الفضل، وأنه قد قالها في حضرته يمدحه بها ويعلن معتقداته، وهذا لا يعقل أيضا، لأنها قصيدة قدح وذم وليست قصيدة مدح، ويكفي أنه ختمها بالقول: وصل إلهي على أحمد وإخزى الفويسق من يعربي وحرم عليه جنان النعيم فقد باح بالكفر لم يرقب. فهل يعقل أن يقول شاعر ابن الفضل قصيدة يذم قائده فيها على هذا النحو؟ ثانياً أن أقدم مؤرخ لفترة علي بن الفضل هو كما قلنا علي بن محمد العباسي العلوي، مؤلف سيرة الإمام الهادي، وهو ابن عمه وقائد جيشه. وقد ظهر علي بن الفضل في عهد الهادي وأخرجه من صنعاء، وتحدث مؤلف سيرة الإمام الهادي عن خصوم الهادي جميعا بما فيهم ابن الفضل، واتهمهم بشتى التهم وألصق بهم كل العيوب واقتراف المعاصي، وفعل ذلك مع علي بن الفضل، ولكنه لم يذكر هذه القصيدة أو يشير إليها من قريب أو بعيد، وهذا دليل عدم وجودها، وإنها إنما قيلت بعد وفاة ابن الفضل بقرون من قبل خصومه وخصوم الإسماعيليين أو الإسماعيلية، ونسبت إليهم لتشويه سمعتهم لا أكثر. وكذلك سيرة الإمام الناصر أحمد بن يحيى الرسي المتوفي عام 320 للهجرة ليس فيها أي ذكر للقصيدة، مع أنها أرخت لبعض المعارك بين عسكر الناصر ومن تسميهم القرامطة. ولو أن القصيدة صحيحة النسبة إلى ابن الفضل أو إلى أحد أنصاره لقدمت مادة دعائية تغنيهم عن أي اختراع لتهم وأوصاف قبيحة وإطلاقها على تلك الحركة. كما أن القصيدة ليس لها أي ذكر في مؤلفات أبي الحسين أحمد بن موسى الطبري المتوفي سنة 340 للهجرة، ولا في مؤلفات لسان اليمن أبو محمد الحسن الهمداني المتوفي سنة 336 للهجرة، بما عرف عنه من تتبع لأحداث عصره ومن اهتمام بكثير من التفصيلات التي قد لا تثير انتباه المؤرخ العادي، ولا يمكن يتجاهل حدثاً في مستوى هذه القصيدة. ثالثاً أن المؤرخ والمحدث الكبير ابن كثير في تاريخه قد ذكر البيتين الأولين في القصيدة منسوبة إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، كما نسبها آخرون لخصومهم ليس في اليمن فحسب وإنما في بلدان أخرى. فقد أورد أبو العلاء المعري المتوفي عام 449 للهجرة في رسالة الغفران ذكر القصيدة منسوبة إلى الصناديقي، وكان ممن خرج على الدولة العباسية عام 270 للهجرة. كما أن العلامة والمؤرخ اليمني نشوان بن سعيد الحميري المتوفي سنة 573 للهجرة قد شكك أن يكون قائل القصيدة علي بن الفضل أو أحد أتباعه، أو أنها قيلت في الإسماعيليين عموما، ورجح أن يكون قائلها من الخطابية، وهي فرقة غالية متفرعة من الاثنى عشرية. وهكذا نجد اختلاف أقوال المؤرخين في تاريخ القصيدة وفي من قيلت، إذ ظل الخصوم يطلقونها على بعضهم داخل اليمن وخارجه، ولا يستبعد أن هذا ما حصل في اليمن أيضا على يد الفقيه الحمادي في إطار الدعاية السياسية الحاقدة التي شنها العباسيون على الدولة الصليحية، فنسب الحمادي القصيدة إلى علي بن الفضل، وتبنت السياسة ذلك فيما بعد.
كما تم نسبة القصيدة إلى الصليحي أو الإسماعيليين. ثانيا من التهم الموجهة إلى علي بن الفضل الإباحية وسبي النساء. لم يترك خصوم ابن الفضل الذين جاءوا بعده بقرون تهمة إلا وألصقوها فيه، حتى وإن كانت مما لا يصدقه العقل. فقد زعموا أنه عند عودته من حصار زميله السابق وخصمه فيما بعد ابن حوشب في رمضان عام 299 للهجرة نزل بجامع صنعاء فاتخذه اسطبلا لخيوله، وحصل بقدومه مطر عظيم فأمر بسد الميازيب التي إلى الجامع، وأطلع النساء اللواتي سبين من صنعاء أو غيرها وطلع المنارة، ثم جعلوا يلقوهن إلى الماء منكشفات عرايا، فمن أعجبته أخذها إلى المنارة وافتضها، حتى قيل أنه افتض عدد كذا وكذا من البكور. ولا أدري كيف يقبل أي مؤرخ هذه القصة التي لا يحتاج تفنيدها إلى عناء كبير. وقد تساءل المؤرخ محمد يحيى الحداد فقال: أفلم يجد علي بن الفضل دارا ينزلها في صنعاء وهو يحكمها منذ عام 293 للهجرة حتى ينزل في جامع صنعاء؟ ثم أين الموقع العميق الذي يمكن أن تفتح إليه ميازيب السطوح بعد سدها ليمتلئ ويلقي فيها النساء عاريات وهو ينظر إليهن ويأخذ التي تعجبه إلى المنارة ويفتضها؟ وكم تطيق قدرته البشرية في عملية مكشوفة وعلى مرأى ومسمع من الحاضرين، وبصورة تتقزز النفس البشرية حتى من مجرد سماعها، ويأبى العقل النزيه تصديقها. وهل تخلى علي بن الفضل عن آدميته حتى صار مجرد بهيمة ينزو على النساء علنا فيفتضهن جهارا نهارا وبطاقة تفوق القدرة الآدمية بل والبهيمية؟ وأين المكان في المنارة الذي يمكنه افتضاض النساء فيه؟ وهل يعجز علي بن الفضل وهو الحاكم المطلق أن يجمع النساء لو صح ذلك إلى داره التي تتوفر فيها بالطبع وكأي دار إمارة كل مظاهر الأبهة والسلطان وكل شروط ومستلزمات الترف والاستهتار، فيتمتع بمن شاء منهن لو أراد وبحرية تامة ودون ما رقيب أو حسيب من الناس؟ وهل بلغ ابن الفضل من الوقاحة وعدم الحياء من الناس هذا الحد وهو لم يقم حكمه إلا على أساس من الزهد والورع والتقشف؟ وحتى لو كان ذلك السلوك الديني منه في بداية أمره مجرد وسيلة للوصول إلى الحكم، لو سلمنا ذلك جدلا، أفلم يتحلل من سلوكه ذلك وينخرط في اللذات إلا بتلك الصورة السافرة البشعة التي رسمها أعداؤه والتي لا يرتكبها حتى الرجل العادي وفي أي زمان أو مكان من التاريخ؟ ورغم أن هذه قصة لا يقبلها عقل ولا منطق، إلا أن الشاعر أحمد محمد الشامي قد استغلها في قصيدته الدامغة التي نظمها أثناء الصراع مع الإمامة عام 1966 ليدمغ بها حكام اليمن من غير السلالة، وكأنها من الحقائق التي لا تقبل الجدل. فقال: ولابن الفضل في صنعاء يوم رهيب لم يكن في الغابرين، أطل من المنارة والعذارى عرايا، يستغثن الفاسقين ببيت الله يقترف المعاصي ويغتصب الحرائر والبنين. وذلك ليقول أن ثورة سبتمبر ستكون كحكم علي بن الفضل، خاصة وأنها في نظره شيوعية، والشيوعية كما كانوا يقولون للعامة تعني الإباحية، ولهذا خاطب اليمنيين بالقول: فهل تستبدلون بهدي طه وعترته ضلال الجاحدين، أبعد محمد وبني علي نبايع بالخلافة كوسجينا، وزير خارجية الاتحاد السوفيتي آنذاك، وتعلو راية طبعت عليها علامة من قد اتبعوا لنينا، لقد هزلت إذن والموت خير وأشفى فانظروا ما تأمرون. وإذا كان الشامي قد قال ما قال في لحظة يأس وعصبية، فإنه وهو الباحث الخبير كان يعلم أن القصيدة ملفقة في عهود لاحقة، وأن الافتراءات المنسوبة إلى علي بن الفضل لا صحة لها، وقد صرح بذلك وأكثر منه حين قدم إلى اليمن سنة 1983 ميلادية، وقال أنه سيؤلف كتابا ينصف فيه علي بن الفضل
لأن كل ما قيل عنه غير صحيح، لكنه لم يفعل للأسف، ولعله خشي أن يستغل ذلك دعاة الجمهورية، وأن يغضب دعاة وأنصار الإمامة الذين كانوا ولا زالوا يرددون هذه الدعاية، والتي للأسف راجت على كثير من الناس حتى من خصوم الأئمة، وذلك لأسباب عدة. وقد تقبل الكثير هذه التهم ضد علي بن الفضل باعتباره إسماعيليا، متجاهلين أنه هو من قضى على دولة الإسماعيلية الأولى، وأنه باعتراف الإسماعيليين أنفسهم قد أعاق مجيء عبيد الله بن المهدي إلى اليمن وإعلان دولته فيها، كما أن البعض صدق الدعايات ضده باعتباره قرمطيا. والقرامطة فرقة متطرفة كانت لها أحداث دموية في التاريخ الإسلامي، منها قتل الحجيج وأخذ الحجر الأسود، وهذه من الأباطيل، إذ لا يوجد أي دليل تاريخي على علاقة من أي نوع كان بين علي بن الفضل وقرامطة البحرين أو سواهم، كما أنه باعتراف خصومه الذين رددوا هذه الدعايات قد أخذ البيعة من أنصاره على أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف سيتحول فجأة إلى شخص آخر يدعي كما زعموا أنه رب العالمين؟ وهل سيقبل اليمنيون الالتفاف حول شخص أحل البنات مع الأمهات، وهو ما لم يفعله عتاة الجاهلية قبل الإسلام؟ لقد شعر المؤرخ الزيدي يحيى بن الحسين بأن ما قيل عن علي بن الفضل مجرد افتراءات خصوم، فقال في كتابه أنباء الزمن: لم يشتهر علي بن الفضل وأتباعه من أهل دولته بشيء من إباحة المحرمات، غير أنه أعرض عن التجسس على أهل الفساد ولم يعاقب، وهي شهادة مهمة من مؤرخ خصم لابن الفضل. وقد علق عليها المؤرخ محمد بن علي الأكوع بالقول: إنها كلمة تبرئ ساحة علي بن الفضل من الموبقات وما رموه به من فضائع. ورغم أن هذا الإنصاف نادر، إذ ظل التشويه المتعمد لسيرة الزعيم اليمني علي بن الفضل هو الغالب لدى المؤرخين القدامى، واستمر قرونا وتواطأ عليه معظم خصومه المتشاكسين، إلا أن عددا كبيرا من المؤرخين والعلماء اليمنيين المعاصرين وغيرهم من المؤرخين العرب قد أنصفوا الرجل وفندوا الدعايات الباطلة التي ألصقت به زورا، والتي لا يصدقها عقل ولا يقبلها ذوق ولا تليق بالشعب اليمني المسلم الذي التف حول علي بن الفضل وظل معه حوالي عقدين من الزمن. ومن هؤلاء القاضي عبد الله الشماحي، والقاضي العلامة المؤرخ محمد بن علي الأكوع، والمؤرخ الأديب مطهر بن علي الإرياني، والمؤرخ الكبير محمد حسين الفرح الذي كتب دراسات مطولة عن عهد الزعيم اليمني علي بن الفضل ومعالم حكمه، والمؤرخ محمد بن يحيى الحداد، والدكتور علي محمد زيد، والمؤرخ عارف تامر، والدكتور عبد العزيز المقالح، والدكتور حمود العودي، والمؤرخ المصري الدكتور عصام عبد الرؤوف الفقي، وغيرهم كثير.